قصة مرعبة صراحة حصلت في الأردن. رجل متزوج وعنده طفل، والله منعم عليه، عنده بعض الأملاك ويعمل في التجارة. مات، توفاه الله سبحانه وتعالى، فترك زوجته وطفل رضيع، وما كان عنده إلا أخ واحد. فأخوه جاء لهذه المرأة وقال لها: يا فلانة، أنا أبوكم بعد أبوكم، أنا بكون الأب لهذا الابن، أعطيني وكالة عليه وأنا إن شاء الله أدير حلاله وأدير ماله وأصلح حاله. المرأة طيبة وعلى نياتها، وكلت هذا العم وكالة شاملة عامة. هذا الرجل باع كل ممتلكات أخوه وسافر لأمريكا. ولما راح لأمريكا قعد فترة ثم تزوج له أمريكية، وبمساعدة زوجته عمل له أعمال حرة وبدأ يشتغل في السيارات، بيع وشراء السيارات، وازدهرت تجارته، والرجل اغتنى وأصبح من الأغنياء جدا. قرر الرجل بعد 20 سنة يرجع للأردن ويستثمر أمواله في الأردن ويجيب عائلته للأردن. شاور زوجته الأمريكية، وافقت، وعياله وافقوا، وهم طبعا لو جو بيصيرون يترددون على أمريكا، يعني بحكم أنه مع الجنسية الآن. الرجال سبقهم، جاء للأردن، اشترى أرض في حي فاخر جدا، وبنى فيلا ضخمة، زودها بأحدث الأثاث وأحدث التقنيات، وأنشأ شركة لاستيراد السيارات وبيعها. الشركة هذه لها اسم كبير، وبدأ الرجال يعمل في الأردن ويتردد على أمريكا حتى ضبط الأمور كلها، ثم قال لزوجته وعياله: يلا تعالوا أنا جهزت الأمور. وفعلا وصلوا الجماعة للمطار. قبل هذا المرأة أم اليتيم سمعت، لأن هذا الرجل عنده إعلانات على وسائل الإعلام، سمعت أن عم ولدها وصل للأردن، فأرسلت ولدها، كان عمره في العشرينات، أرسلته وقالت: رح لعمك يمكن يساعدنا بشيء ولا يعطينا شيء من حقوقك. كانت فقيرة تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على المحسنين وعلى صدقات الناس. فلما راح هذا الشاب لعمه استقبله استقبال سيء، وقال له: مالك عندي شيء وأنا ما أخذت منك شيء، ولا عاد أشوفك ولا عاد تجيني، وطرده. بعد ذلك زوجته وعياله وصلوا لمطار عمان، فراح هذا العم يستقبل زوجته وأبنائه بسيارته الفخمة. وأثناء رجوعه من المطار يا جماعة حصل له حادث مروري مروع جدا، توفى على إثرها العم وزوجته الأمريكية وأبنائه جميعا، فلم يبقى أحد يرثهم إلا هذا اليتيم. الله سبحانه وتعالى جعل عمه يستثمر له الأموال ويجمعها له ويعمل له في أمريكا وينميها ينميها ينميها، ثم يجي للأردن ويسلمها له غصب عنه. دعاء المظلوم يا جماعة الخير ليس بينه وبين الله حجاب. فكيف لو كان هذا المظلوم يتيم؟ كيف لو كان هذا المظلوم أرملة ظلمت وأخذ حقها؟